لو شفت قطة سودا معدية قدامك، في ناس لحد النهاردة بتتشائم. بس السؤال المهم، ليه أصلا الناس زمان كانت بتخاف منهم؟ نرجع بالزمن لأوروبا في العصور الوسطى. وقتها كان في اعتقاد قوي بالسحر والشعوذة، وكانوا بيؤمنوا إن الساحرات عندهم أرواح خادمة. وكثير من الرسومات القديمة كانت بتصور الروح دي على شكل قطة سودا. اللون الأسود نفسه كان مرتبط بالخوف، ليل، ظلام، موت، مجهول. فأي حيوان لونه أسود كان بيرتبط بالغموض والشر. في القرن الرابع عشر وقت انتشار الطاعون بدأ الناس تدور على شماعة يعلقوا عليها الكارثة. وبسبب ارتباط القطط بالساحرات كتير منهم اتقتلوا. المفارقة الغريبة، القطط كانت بتقتل الفئران، والفئران هي اللي كانت بتنقل الطاعون. يعني خوفهم منهم ساهم في زيادة المشكلة. لكن مش كل الحضارات كانت بتخاف من القطط السوداء. في مصر القديمة القطط كانت مقدسة. وفي بعض الثقافات القطط السوداء رمز للحظ الجيد. علميا مفيش أي فرق بين قطة سوداء وقطة تانية غير لون الفراء اللي سببه جينات عادية جدا. يعني الخوف ده كان ثقافي مش علمي. والقطة السوداء ضحية خرافات البشر مش أكتر. السؤال بقى، لو عدت قدامك دلوقتي هتغير طريقتك ولا تبتسم لها؟